والله طبعا يعني هو انا سعيده ومبسوطه ان يبقى في مصر اوسكار. ف ودي كانت المفروض تحصل من زمان يعني، زي دول العالم. فانا مبسوطه ويا رب يكون في حاجات تبقى كويسه ان شاء الله في المستقبل. دي اول تجربه يعني، فان شاء الله اكيد هيبقى في حاجات حلوه بعد كده. انا كنت مشاركه في مهرجان السينما، مهرجان القاهره السينمائي، في فيلم الليله الكبيره. بس النهارده لا، انا جايه كضيفه وجايه ابارك لكل الزملاء ان شاء الله اللي هياخدوا جوائز. هي لا، دي كانت حقيقيه وما كانش بتخيل. هو بس لقى شخصيتي بتشبه شخصيه والدته وهو صغير، فكان بيتخيلني ان انا هي يعني. لكن هو نفس المشاهد اللي حصلت في الاول ان انا في المولد، ده حقيقي. لكن التخيل ان هو لما انا جيت قدامه وعكسني افتكر فلاش باك على مامته ان هي كانت بتعمل كده وهو صغير. لا انا طبعا قريت مع الاستاذ المخرج الجميل سامح عبد العزيز وعرفنا الشخصيه ازاي، وقال لي انا عايزها بالطريقه كذا، وانا قريتها وعرفت ازاي اطلعها. وقبليها طبعا قعدت انا واحمد رزق بحيث ان احنا نطلع شكل يكون كويس. وانا كنت مبسوطه جدا بالفيلم ده لاني كان فيلم حلو وكان كله نجوم ودي تجربه تانية مع المخرج سامح عبد العزيز. والله انا لقيت ان في ناس كتير بتقول لي مبسوطين يعني حاسوا ان انا عملت الشخصيه حلو زي ما هي موجوده. فحسيت ان انا يعني ما كنتش متوقعه رد الفعل من الناس او من الصحفيين او من كده، ان المشاهد اللي انا عملتها طلعت حلوه، فالحمد لله. والله بص، انا يعني هو بالنسبه للدراما لسه، عشان هو في دور معروض عليا. طبعا انا مش هقدر اقول لان انا لسه بقراه، ما اعرفش اذا كنت هوافق ولا لا. وفي فيلم برضو احنا يعني مكلميني عليه، مفروض هيبان على اخر الاسبوع ده. فهي الحاجتين ما اقدرش اتسرع عليها غير لما ان شاء الله ربنا يسهل يعني واعملها. بس الفيلم لو ادخله هيخشوا ان شاء الله مع الدكتور خالد بهجت. يعني انا المفروض ما كنتش اقول لان انا لسه برضه في مرحله اللي انا ايه، القرايه وكده. فان شاء الله اول ما اقول اوكي او اقول ابروف هديكوا كل المعلومات اللي انت عايزها، هقول لك وتيجي تسجل معايا واحنا بنصور كمان. اقول لهم كل سنه وانتم طيبين. طبعا احنا لسه في بمناسبة عيد الأم، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شم النسيم وإن شاء الله تبقى الأيام كلها حلوة، وكل سنة ومصر كلها طيبة.